السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في طبق الكب كيك الحلو ده؟ تبارك الله، لونه جميل وطعمه حلو جدا. بص ما شاء الله، القطعة جميلة جدا. وهفتح واحدة كمان معاكم عشان تشوفوها قد ايه هي هشة، وقد ايه درجة السوى جميلة، وطالع تبارك الله حلو جدا. بحاجة بسيطة خالص، بكوباية دقيق أو كوباية وربع دقيق موجودة في بيتك، وشوية سكر وشوية لبن، هتعملي حاجة حلوة لولادك ياكلوها مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية عصير. حاجة كده خفيفة للعشاء، حاجة كده للفطار. ملكيش نفس تقوم واخدة واحدتين كده تفطري بيهم بألف هنا على قلبك يا حبيبتي. تعالوا بقى ندخل ونشوف الكب كيك القمر ده عملناه ازاي بأقل التكاليف وبطريقة بسيطة. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا. مقدرنا ايه يا لولو؟ مقدرنا كوباية من الحليب الدافي، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من السكر، والسكر هنا سكر عادي مش بودر، وكمان كوباية وربع من الدقيق، وعندي هنا معلقة نشا كبيرة، وبيضة، وفانيليا، وبيكنج باودر أو كيك شيف، وما ننساش طبعا معلقة الخل بتاعتنا. أنا هنا شغالة بالأكواب المعيارية بتاعتي. عايرت كل المكونات دي، عايرت بالكوب المعياري. تقدري تعايري بأي كوباية عندك بس توحديها. هنا كل شغلنا هيبقى بقى في شفش الخلاط. في السريع في 5 دقايق هتعملي أحلى طبق كب كيك لولادك. حطيت البيضة في الخلاط، وهنزل بعد البيضة على طول بالفانيليا، وبعديها كمان بمعلقة الخل الحلوة اللي هتدينا لون أبيض زي القطن في الكب كيك. مهمة جدا معلقة الخل دي. وبعد كده هنزل بقى بنص كوباية من السكر، وكمان هنزل بالزيت، نص كوباية من الزيت. ويا ريت تستعملي زيت نوع يكون كويس عشان يديكي ريحة حلوة للكب كيك. وكمان هنزل بكوباية الحليب الدافي. وبعد كده هاخد الخليط الحلو ده وهضربه كويس جدا في الخلاط. هنا بقى بعد ما ضربته هركنه بقى على جنب كده، وهبدأ بقى اشتغل في المكونات الجافة بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي الدقيق. واهم حاجة ان انا انخل الدقيق. تنخلي الدقيق بيديكي نتيجة حلوة قوي 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 في اي حاجة هتعمليها، مخبوزات، اي حاجة. هنا حطيت الدقيق في المنخل زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليه بمعلقة النشا، وهنزل بمعلقة كمان من الكيك شيف، وهبدأ أنخل المكونات الجافة كلها بالمنخل بتاعنا. هنخلها نخلة كويسة يعني، هتشوفوها اهو دلوقتي، وهتشوفوا هتلاقوا في المنخل، بصوا هتلاقوا كده حاجات زي حصو كده اهو من الدقيق. طبعا انا كده استبعدته تماما، والدقيق دخل فيه هوا، فهيدينا نتيجة حلوة جدا للكيك بتاعنا. هبدأ بقى أنزل بالسوائل بتاعتي على الدقيق، وهقلب الخليط دوت تقليبة كده حلوة. وراعي ان انتي تقلبيه كله في اتجاه واحد عشان الخليط الكيك ما يهبطش منك. هنا بعد ما قلبته زي ما انتوا شايفين كده، قلبته تقليبة حلوة جدا. هبدأ بقى احطه في آه، كوباية، اي حاجة يكون ليها بوس كده، شفشة، اي حاجة، ازازة، اي حاجة تقدري تعرفي تصبي فيها في قوالب الكب كيك. هنا حضرت بقى صينيه الكب كيك بتاعتي، وحطيت الورق بتاعي بتاع الكب كيك ورصيته زي ما انتوا شايفينه كده. وهبدا انزل بالخليط واحده واحده كده لغايه ما اخلص الكميه كلها اللي موجوده معايا. هنا وانا بصب الكب كيك، انا بملى نص الورقه بتاعتي
بملى نصها بس، عشان ما يزيدش قوي معايا. وهنا يعني ما تحاوليش تكتري عن نص الورقه، عشان طبعا هو لسه هيقب معاكي في الفرن. هنا خلصت الكميه كلها، وانا مشغله الفرن وقبليها وما بدأت في الكيك وهدخله. وهنا كان خرج معايا الكوب كيك بالشكل الحلو ده، ما شاء الله حلو جدا. قعد حوالي تلت ساعة في الفرن، وده بالشكل الرائع ده معانا جميل جدا تبارك الله. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسينيش بقى بدعوة حلوة ولايك من ايديك القمر دي يا قمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.